القدم في المباراة أم ماذا؟ لنشاهد وننتظر. ضربة حرة مباشرة تتلعب الآن الكرة إلى تمريرة بعرض الملعب، عدت من سيد جعفر، خطف الثاني راية وتسلل، خطفوا الثاني راية وتسلل وضربة حرة، راية وتسلل وضربة حرة غير مباشرة لمصلحة المنتخب البحريني. ضربة حرة لمصلحة المنتخب البحريني الآن في أرضية الملعب. هي نشوف اللقطة، شوف اللقطة اللي فاتت. ضربة حرة لمصلحة المنتخب البحريني. تسلل ولا كان هيبقى يعني من اللحظات التاريخية للمنتخب اليمني. لازال يراجع الفار، وهنا أمامنا نور الدين ولد علي بيتكلم مع عبد الرحمن الجاسم يعني، لكن هنشوف الفار فومينج وعمر الحمادي هيقولوا ايه، لكن عمر قال علي احتسب القرار خلاص، في انتظار قرار الفار. هل هي تسلل ام هدف؟ لسه بينتظر عمر قال علي الحكم الاماراتي الدولي. تشيكينج هدف. الديسيجن ايه بقى؟ القرار ايه بعد العودة للفار؟ هل هيحتسب هدف؟ بص يا عيني، بص اللحظة دي هيقول هدف تاني للمنتخب اليمني، هدف تاني لليمن، لحظة تاريخية لليمن، هدف تاني للمنتخب اليمن السعيد، ياهي فرحة تاريخية لليمن. اليمن قريبة من أول انتصار لها في كأس الخليج على حساب البحرين، وهنا ماذا يخبئ لك القدر يا يمن؟ هدف ثاني الآن في أرضية الملعب. شوف الكرة من عبد الواسع، هنا التمريرة، هنا الكرة اللي اتلعبت، هنا الكرة اصطدمت في سيد محمد جعفر، هل هو هارون الزبيدي؟ 2 اليمن 1 البحرين، في واحدة من اللحظات التاريخية المنتظرة، واحدة من اللحظات التاريخية التي لا تتكرر.